يعد مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا من أضخم المشاريع الطاقية في القارة الإفريقية، حيث يمتد على مسافة تتجاوز 6000 كيلومتر، ويربط بين نيجيريا والمغرب مروراً بعدد من الدول الإفريقية وصولاً إلى أوروبا. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تزويد ما يقارب 400 مليون شخص بالطاقة، مما يجعله ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية الطاقية في المنطقة. وخلال مشاركتها في قمة تمكين إفريقيا التي نظمها مركز التفكير الأمريكي، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بالمغرب أن المشروع سيساهم بشكل كبير في تحسين خدمات الكهرباء في القارة الإفريقية، خاصة في الدول التي تعاني من ضعف الوصول إلى الطاقة، حيث لا تتجاوز نسبة التغطية فيها 40%. هذا المشروع تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة، إذ سيساهم في تعزيز التكامل الإقليمي بين دول غرب إفريقيا وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة والبنية التحتية، كما سيمنح الدول الإفريقية المستفيدة إمكانية تأمين احتياجاتها الطاقية بشكل مستدام، مما يدعم خططها التنموية على المدى الطويل. زيادة على ذلك، فإن خط الأنابيب سيعزز مكانة المغرب كمحور استراتيجي لنقل الطاقة بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيمكن من تنويع مصادر الإمداد الطاقي للقارة الأوروبية وتقليل اعتمادها على مصادر أخرى. ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية أوسع لتعزيز التعاون الإفريقي وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال، ويخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.